قبل ما نبدأ الفيديو يا حبايبي لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل جديد. ويلا نبلش. حرب غيث مروان وسر الورع مع عيلته لسه متواجدة والجميع عم يتساءل. فالأغلب لاحظ إنه غيث من بداية رمضان عم يعزم كتير ناس وأصحابه كل يوم على الفطور، بس غياب أهله في كل هاي المرات كان كتير واضح. إيش اللي خلى المتابعين يتساءلوا عن السبب ويتفاجئوا كمان؟ فزي ما كتير منكم عارف إنه علاقة غيث بأمه وأخته علاقة كتير كويسة، بس لما تزوج علاقته صارت أسوأ بكتير. وزي ما كتير منكم عارف إنه بطل يطلع مع عيلته ولا عم يحكي معهم من فترة طويلة، والسبب علاقة سارة المتوترة مع أم حنان. ورح خليكم تشوفوا هاي الفيديو. أنا إنسانة لما بيتصل فيني حدا برد، إلا إذا كنت مشغولة أو تليفوني صامت أو ما انتبهت، بس لما أمسك تليفوني برد على طول. يعني ما بخلي الشخص عندك الأسلوب تبع طنش تعيش تنتعش أو طاف. في ناس بتبعتي لهم بتتصلي فيهم الصراحة وما بيردوا، يعني ممكن ما يردوا بعد يومين أو يشوفوا ما يردوا، أو هلا ده بكيفهم. يعني أنا ما بجبرهم إنه يردوا فورا، ممكن يكون إنسان مشغول، ممكن يكون ما عنده يعني ما شاف الموبايل أو ما انتبه. فأم غيث حكت إنه هي بتكره الأشخاص اللي ما بيعملوا لها قيمة وبيتجاهلوها، وكانت بتقصد سارة الورع. وانتو شو رايكم يا حبايبي؟ هل معقول يتصالحوا ولا لا؟ شاركوني آراءكم في التعليقات. وطبعا للمزيد من الفيديوهات والأخبار الجديدة لا تنسى الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. وإلى اللقاء يا حبايبي، أشوفكم الفيديو الجاي.